I'm second best, someone that you could forget. Got me drinking that healing, sinking in this feeling. Leave me the time, giving me the signs of life. Making you are clear, but you're gonna leave me in the صباح الخير يا جماعة. النهاردة يوم عادي، هروح أحلق، بس مش هحلق جو تحت الكوبري وعلى الرصيف والكلام ده. هحلق عند حلاق عادي بس لوكال، يعني حلاق كده في السوق. تعال نشوف بقى هيكون نظام عامل ازاي، زي مصر ولا مختلف شوية عن مصر. يلا بينا نشوف. المحل اهو في قلب سوق، خش للحلاق على طول. هو انا مسيلي كوسه ها؟ Sisinin na po. Nanauna na plus na sa gilid sa sinabi. الحمد لله حلقت يا رجاله. طبعا الحلاقه كانت مختلفه شويه عن مصر في بعض الحاجات. الحلاق هنا ايده خفيفه شويه عن الحلاق المصري بصراحه. وطبعا لغه التفاهم هنا صعبه شويه، لازم تكون عارف فرنسي على الاقل، لان اللي متعلمين هنا بيفهموا فرنسي، انما اللي مش متعلمين بيعرفوا ملاجاشي بس، اللي هي لغه الدوله. طبعا هو وراني قصات كتيره، بس القصات كلها ما عجبتنيش، حاجات قصيره من الجوانب وخطوط وحاجات صعبه بصراحه يعني. فخلاص كتبت له على جوجل ترانسليت ان انا عايز اقص شعري عادي جدا، ففهم الحمد لله. وطبعا كله بالاشاره، فبالاشاره احنا رايحين نصلي الجمعة يا جدعان. عم احمد الشحات هيودينا بقى فسحة حلوة النهاردة. صلاة الجمعة في مدغشقر. صلاة الجمعة في مدغشقر والجامع في موقع غريب كده، يعني ممرات وسلالم وجبال وحاجات طبيعية يعني غير مصر خالص. جامعين سنة هنا في البلد، 2 سنة بس. فبنضطر نسافر تقريبا مسافة بتاع نص ساعة وساعة الا ربع عشان الصلاة ان شاء الله، عشان نروح لجامع سنة، لان معظم الجوامع هنا شيعة، فبنروح لجامع سنة بعيد عن هنا يعني بنص ساعة. جمعة مباركة علينا جميعا ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين. على الواتساب جروب صح؟ هتيجي هنا بقى يوم الاثنين تدخلها كل الامرجنسي ده في الاكسلات.
وصلنا عند المنطقة اللي فيها الجامع. طبعا الجامع ليه طريقين، عشان المنطقة اللي هنا منطقة جبلية ومنحدرات ومنخفضات، فممكن نروح الجامع من كده وممكن نروح الجامع من الطريق ده كده. نجرب الأول نروح الجامع من الطريق دوت. طبعا منطقة خطر، ممكن الواحد يقع يعني في مكان عالي زي كده. وده الطريق اللي تحتينا طريق عمومي ونفق، وده الطريق بقى بتاع الجامع. طبعا لو دخلنا من الطريق دوت هنخش الجامع من بوابة، وممكن تطلع فوق في الدور التاني تخرج من بوابة تانية في شارع تاني. يعني الجامع فيه بوابتين، بوابة من شارع وبوابة من شارع تاني، لأن المنطقة اللي هنا دي يعتبر منطقة جبلية، أو مدغشقر كلها عموما منطقة جبلية. بتلاقي العمارة أو المبنى مبنية على شارعين، شارع في الدور الأرضي وتطلع السطوح، أو تطلع الدور التاني تلاقي نفسك خارج من شارع تاني. يعني بتخش الجامع من شارع وبتخرج من الجامع من شارع تاني خالص. طبعا مكان غريب شوية عن مصر يعني. نطلع كده. السلام عليكم. وعليكم السلام. خرجت من الجامعة اهو، خرجت من شارع تاني خالص، طلعت فوق، خرجت من شارع تاني خالص. Je n'ai rien fait, à chaque fois m'insulte. Parce qu'ils en pensent que Carambron n'est pas musulman. C'est le déchet de la planète. كده دخلت الجامع من شارع من بوابة وخرجت من بوابة تانية خالص. طبعا هنا تخرج من الجامع بتلاقي شحاتين كتير قوي، يعني كله عايز صدقة. يعتبر من اشهر الجوامع الموجودة هنا في انتنانا ريفو. حبيبي عبد الرحمن كفاء. طبعا رجعنا تاني للشارع اللي انا دخلت منه اهو. يعني ممكن تخش الجامع من هنا وممكن تخش الجامع من هنا. يعتبر الجامع في قلب الجبل، تدخل من ناحية وتطلع فوق في الدور التاني، تخرج من ناحية تانية خالص. عايز تقول حاجة؟